هذول مشايخ الجبل كلهم اجتمعوا اليوم يحجوا على هذا البيت الطاهر. قامت الثورة السورية باتجاه يعني قمع حكم الأسد والبعث السابق البائد. نحن وقفنا بجنبهم لإنجاح هذه الثورة بالفترة الأخيرة اللي كانت الثورة عم تنفق أنفاس الأخيرة. لولا موقفنا نحن كدروز كتوحيد ما كان في ثورة ولا كان في نظام بائد ارتحنا منه. هلا عادة بنسمع بكذبة نيسان، أما اليوم رح تسمعوا بكذبة نوفمبر. قال الهجري هو اللي نصر ثورتنا لما كانت تلفق أنفاسها الأخيرة، يعني لولا الهجري وجماعته ثورتنا ما كانت انتصرت. طيب بما أنك نصرت ثورتنا يا أبو سلمان، ليش اليوم أنت مخبي كل الضباط والمجرمين والقتلة عندك؟ هيك اللي بينصر الثورة؟ ولسه جماعته قال والختايرة وكبار السن ومشايخ العقل جايين يطوفوا ويحجوا ببيت الهجري أبو سلمان. تعرفوا بذكروني بالطائفة العلوية لما ضلوا عم يقاتلوا بصف الأسد لآخر لحظة، رغم أنه هو قتل أولادهم وعمل منهم حطب لمعارك خاسرة. اليوم حكمة الهجري عمل نفس الشيء، ململم هالشيبان حواليه والعجيان والمنتفعين وتجار الكبتاغون لحتى يقنعهم بمخططاته الخنفشارية تبع أبد الآبدين. نصيحة لمن بقي من الشرفاء السويداء: لا تكرروا أخطاء غيركم، ولا تنجروا ورا واحد خرفان بأي لحظة ممكن يسافر بحجة المرض ويترككم، لأنه أبدا ما عنده أي مخططات مستقبلية. نحن اللي قدمنا 1.5 مليون شهيد، بنمد إيدنا إلكم. لا تخلوا الهجري يضحك عليكم، لأنه أساسا ما حدا رادد عليه ولا حدا شايفه. نحن ضلينا 14 سنة عم نقاوم الأسد، ننقمع، مو نحن اللي بنقمع الأسد مثل ما عم يحكي الهجري اليوم. 14 سنة عم نناشد ولا حدا سأل فينا، وبالأخير حررنا حالنا بإيدنا. طبعا نحن اللي دفعنا الفاتورة الأكبر لنتحرر من الأسد، وما طالبنا بتقسيم ولا بفيدرالية. سوريا لكل السوريين، لا تخلوا أولادكم يكونوا حطب بمعارك خاسرة، ولا ترخصوا دم أولادكم. موضوع التقسيم مستحيل، لا تغرقوا بشبر مي ولا تصدقوا أكاذيب الهجري، لا تسكتوا. ترى الوقت عم يروح من عمركم وعمر أولادكم. 14 سنة راحت من عمرنا بالثورة السورية، ولكن النتيجة سقطنا الأسد. اللي صار علينا أبدا ما صار عليكم، وصفناه بالبراميل والكيماوي. برجع بقولكم الهجري رجل مريض مصاب بداء العظمة. هدول العلاكين اللي عم يطلعوا ينططوا على السوشيال ميديا مثل باسل الشاعر ورياض الشاعر وكريستين وسيدة الزيت المقلي وغيرهم، فادي بدرية، أكثر أقل كلهم كذابين ومتسلقين. هم عبارة عن مرتزقة منتفعين بياخدوا من الأزرق مقابل عمالتهم، وأنتم مضحوك عليكم وساكتين. بكفي تكونوا دروع بشرية لهيك تجار دم، عن جد بكفي.